السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان الأخوات المشاهدين كي دايرين؟ مبروك عواشركم، مبروك هاد الليلة ديال ليلة سيدنا 27. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الله يتمم سيدنا رمضان بالخير، وإن شاء الله جيتكم بحلوة ديال العيد. نشارك معكم الصابلي، الطريقة ديال الصابلي ديالي. هذا هو الفيديو ديالي اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله. الصابلي اللي كيخرج عجينة وحدة تقدري تخرجي منها بزاف الاشكال. المهم هادو هما المقادير اللي عندي: 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيده، 3 البيضات وفانيا، وربعة ديال الزبده، وقبيصه د الملحه، والدقيق تقريبا كيلو حتى الكيلو ربعة على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم هادو هما المقادير اللي عندي. هنا عندي بواطه ديال الزبده ديال 500 غرام، غادي ندير نصها، و3 البيضات الحجم المتوسط. غادي نسبق السنيده هي الاولى. دائما الصابلي البنات الا بغيتو يصدق لكم زوين ديروا السكر، ما ديروش السكر كلاصي، ديروا السكر الخشن باش كيصدق لكم، والفاني. ودائما قد السكر قد الزيت باش كيخرج رائع. وقد ما درتي الزبده النوعيه الجيده قد ما مزيان. انا المهم عندي هذه، ما تصاوبتش عندي الاخرى صراحه. قد ما كانت هذيك الجوده بدون ملحه. المهم ها نتوما كما كتشوفوا البواطه فيها 500 غرام، غادي ندير النص ديالها هي رابعه 250 غرام. وغادي نحك هذيك الزبده مع ديك السنيده اللي حتى مع داك السكر حتى كيولي كريمي. قد ما حكيتي قد ما مزيان. المهم البنات جربوا هاد الطريقه ديال الصابلي ديالي. هذا هو الصابلي اللي عندي دائما. نهار كندير الصابلي كنوعو، كنخدم به كما بغيت. من ناحيه القطاعات ولا داكشي كيبقى اختياري كيفاش تشكليه، ولكن العجينه هي هذه. ها انتم غادي نحك سميتو باش يبان لكم. نتمنى ان شاء الله يكون تسجيل الفيديو واضح ان شاء الله. وها نتوما كيف ما تشوفوا غادي درت القصريه اللي هي واسعه وعريضه باش كيفاش نصيب كيفاش نرمل مزيان باش تصيبي فين تحركي يديك وتخدمي. اناء دائما يكون كبير. ها نتوما غادي نرمل مزيان هذيك، نخلطها مزيان حتى تولي عندي على شكل بوماد، كتولي كريميه مزيان قد ما كتحك. هذا هو السر ديال الصابلي. السكر الخشن دائما كيخلي الصابلي مقرمش وما كيديفورميش. راه ما كايناش البنات الخميره. انا ما درتش الخميره نهائيا، لحقاش الخميره كتنفخو وكيديفورما سميتو، كيعوج الشكل ديال الصابلي باي نوع القطاعه باش شكلتيه كيعواج. ملي كتبغي ديريه مع الشكلاط كيجيك الصابلي اما صغير اما صابلي كبير. المهم دائما كيكون يجي مختلف على الشكلاط اللي غتلصقي معاه. هنا غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت النباتيه. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح مفهوم. انا ما سرعت لا فيديو لا شي حاجه، خليته لكم باين باش كل شيء واضح، وكنخدم بشويه باش كل شيء يفهم. بخصوص البنات المبتدئات اللي ما عمرهم، اللي ما كينجحش معاهم الصابلي ولا اللي ما كيديروش. المهم انا دائما هذه هي العجينه ديالي ديال الصابلي اللي كتجي رائعه. وخا يبقى اللي كيبقى مقرمش الصراحه، كيبقى مقرمش. نتمنى ان شاء الله غينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات لايك، اللي تفرج في الفيديو يخلي لي لايك واشترك الفيديو مع الاهل والاخوات والاهل ديالو ومع الاحباب ديالو اذا اعجبكم الفيديو. نتمنى ان شاء الله 3 البيضات هنايا الحجم متوسط. المهم انا درت 3 البيضات بلديات، عندي البيض البلدي موجود. اللي عندها المهم اللي ما عندهاش البيض البلدي ماشي بالضروري، المهم تخدم بالبيض الرومي ماشي مشكل، البيض عادي. المهم هنا فين كيكون السر، نخلط مزيان 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 حتى ما يبقاش ليا دوك، ما نحسش بداك البيض باقي كيبان ليا. خصو حتى يندمج مزيان. اللي ما قدرتش تبقى تخلط، من الاحسن دير في العجانه ولا دير بالطراب. حتى تبغي تخدم بالدقيق عاد تحيد الطراب اليدوي وتخدم بيديها. قد ما هذا هو السر فسميتو في الصابلي. ونبدا نهز دقيق بشويه بشويه، ويكون طبعا مغربل من قبل باش سميتو. المهم غادي نجمع العجينه ديالي، وهذا هو الشكل النهائي ديال العجينه اللي كتكون دائما السر ديال العجينه ديال الصابلي. ملي كتكوني تجمعي فيه كيكون يتفرتت. ها نتوما كيف ما كتشوفوا دائما هذاك راه دائما كيكون ناجح. اما العجين وما تعجنوهش البنات، ما تدلكوهش، حاولوا غير تجمعوا بالاصابع ديالكم بحال شكل الحرشه باش ما يديفورماش، حقاش قوه ما كتدلكيه بزاف كيديفورما، كتقطعيه وكيعواج. المهم غادي نقسم العجينه ديالي هنا على 2 وغادي نديرها في السلوفان وغندخلها على واحد ربع ساعه ولا نص ساعه، وغنخليها في الثلاجه. وغنبقى نجبد غير القياس اللي غنخدم به. غنجبد الاولى العجينه الاولى، الخليط الاول حتى كيكمل، ونعاود ثاني نجبد العجينه الاولى نديرها في السلوفان باش ما تنشفش، باش ما ديرش القشره. وندخلها ولا ميكا اللي ما عندوش ويدخلها للثلاجه
قد ما بقات تقدر ديريها حتى بالليل تبات حتى للصباح، قد ما ارتاحت قد ما كيجي الصابلي جد رائع. المهم غير ما تدلكوش، والسر هو فاش ديري الزبده مع السكر تخدميه مزيان. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح مفهوم البنات اللي مبتدئين وحتى اللي محترفين تبارك الله ما شاء الله عليهم. المهم هذا هو ديال العجينه، راه كتخرج كميه تقريبا. المهم الدقيقه البنات هز ليا كيلو وربع انايا الدقيق ديال الميركادونا. البنات هانتوما راه كيصفي ديك الزبده وديك الزيت، كتولي كتخرج لسميتو قد ما كيبرد قد ما كتخرج منه ديك الزيوت. كنعاود ندخل ديك الزيت فيه ولكن غير بيدي. هنا غادي ندير 2 ورقات ديال بابي كويسين باش نخدم. اللي ما عندهاش تخدم بجوج بلاستيكات ولا بلاستيكه كبيره ودير العجين الوسط. هانتوما كيف ما كتشوفوا العجينه كتبان لكم بحال مفرشه بحال شكل العجينه ديال المقروط. وهذاك هو باش كيكون باش كتعرفي بلا راه الصابلي ديالك كيكون ناجح 100%. اما الا كانت العجينه كتبان لك بحال الخبز يعني متماسكه ودايره بحال دايره الخيط، هذيك راه عرفي غادي يعوج لك غادي تلقاي مشكل في ملي تطبعيها وتدخليها الفران. وهنا غادي نطلقها. انا الصابلي كيعجبني البنات رقيق، الا لك هذا بالنسبه غادي نضوبلو مع الشوكولات. غادي ندير واحد جوج لاطات بالنسبه لولادي بغاو ديال الشوكولات. هما صراحه انا الصابلي كيعجبني غير نصايبو، وتا في التصايب ديالو صراحه راه صعيب بالنسبه لهذاك الشوكولات وسميتو. انا كيعجبني غير الحلوات البلديين ما كاين ما احسن منهم. والحلوه اللي كطول حتى هذا كيطول، ولكن انا درت منه غير شويه غير باش نشارك معكم حيت عمرني ما شاركت معكم الصابلي الطريقه اللي كنخدم بها. عندي هنايا القطعه ديال الخميسه. هانتوما كما كتشوفوا الخميسه وبغيتي تطبعيها كطبعي ما بغيتيش. انا بالنسبه كنطبعها راه كتلصق كتلقاي سميتو. المهم هانتوما غادي نطبعها غير هكايا. اللي طبعت هي هذيك واللي ما طبعاتش. المهم نقطع الخميسه لحقاش راه ما غاديش تبقى تبان. غادي نلصقها مع سميتو ديال الشوكولات بحال الخميسانيت عندي. هذوك البلاستيكات غندير فيهم الشوكولاته دابا تشوفوهم. ولدي شافها قال لك والو ماما ديريها ليا. قال لك ما عمرك درتي لنا هذا. وبصح شحال هذا ما خدمت الصابلي لحقاش فيه شويه العذاب. انا رققته كيعجبني رقيق. وانتم عينيكم ميزانكم وعلى الحجم كيف ما بغيتو نتوما تقطعوه. عندي هذا المميس هذا ديال البلاستيك، ولا تقدروا ديروا ديك الباله ديال الحديد اللي كتكون سميتو، ولا ديك ديال لاطارت باش كتهزوا لاطارت. المهم ولا موس ولا المهم تبقى شي حاجه اللي مواطيه مع الارض باش تسبي كيفاش تهزي صافي. وغنبقى هكا نخدم. ندير الطاوله الاولى شكل الخميسه ها هي. من بعد ما كملتها غندخلها الفران الحراره متوسطه اللي ياخذ غير واحد اللون ذهبي. وهنايا سرحت عاوتاني العجين وغادي نخدم هذه على شكل بولو. هادو الحويجات اللي كيبغيو الوليدات الصغار. هاد الطوابع اللي عندي قدامين يعني مده هذه باش عندي. هاد العام واخا مشيت للمغرب ما شريت حتى شي تشكيله اخرى جديده شي قطاع اخرين جدادين. ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله علاش لا. انا الصراحه كيعجبني الصابلي اللي شويه كبير باش ما يديش لك الوقت. انا هادو درتهم للوليدات الصغيورين باش تيعجبوا الوليدات. وهادو هما اللي موجودين حاليا عندي في الدار. انا كنشارك معكم اي حاجه اللي هي عاديه وكنخدم معكم اي حاجه اللي هي اللي كنستعمل في البيت ديالي. انسان دائما كنقولها لكم في اي فيديو تقريبا كنقول لكم دائما المراه ما تكلفش على راسها. دائما تخدم باللي موجود ماشي بالضروري تمشي تقلب من طبيعه الحال دائما كنبغيو الجديد. ولكن حاليا يعني الانسان يخدم داكشي اللي عنده موجود. الا كان مستعد وعارف وعنده الوقت وشرى شي حاجه ماشي مشكل. هذه هي الطاوه الثانيه اللي شكلت حيت غادي ندير غير بلاكه واحده ديال الشوكولاط ديال الميركادونا وعندي واحده اخرى ديال الليدل. هادو واللي بغات دير الصابلي كتير ولا عندها مناسبه ولا شي حاجه دير تخدم بقاله ديال اللي كتباع عند الجزار كتباع عند المغاربه. هذيك راه فيها البيضه وفيها الكحله. هي من بعد ما ذوبته غنجيب هاد البلاستيكات ديالي ديال الخميسه ومع ديال البولو وغادي نصايبهم. نتمنى ان شاء الله غادي يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش لايك البنات باش دائما نجيب لكم الجديد. انا غادي نعمر هادو. هنا فين كاينه الخدمه ديال الصابلي البنات. كلشي كيتهرب كلشي كيبغي يدير غير غريبه الفقاس اللي الحاجه اللي سهله اللي كتكورها وتدخلها الفران. صراحه هادشي كيبغي الخاطر ولكن ماشي مشكل. مره في شحال ماشي مشكل. بغاو وليداتي قلت علاش لا ندير لهم حتى هما شويه منه ماشي مشكل. واخا قلت لكم فيه الشقه البنات ولكن ماشي مشكل. المهم هذا صراحه انا الصابلي كنقول لي عنده شي مناسبه ولا عنده شي سابع ولا عنده شي حاجه شي عرس يعطيه الوقت ويخدموه ماشي مشكل. انا غير قلت نشارك معكم العجينه ديال الصابلي.
هنايا خرجت ليا 3 تشكيلات ديال الخميسه وديال البولو، وهذه اللي بحال شكل الدويده اللي الاسطوانه. هذيك غادي ندوزها غير في ما صورتهاش معكم في التقطاع. وهذا هو الشكل ديالي النهائي ديال الخميسه بعد ما زديتها، كتجي خفيفه وصغيره. ها انتم كيف ما كتشوفوا. وهذه ديال البولو، ها انتم كما تشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الخميسه ديال الصابلي ديالي. وانتم شكلوا كيف ما بغيتوا. وهذيك الاخرى غادي نديرها في الكوفيتير اللي طلقته شويه، سخنته شويه باش تطلق، ودوزتها في الكوك. كنت غنزقزاقيها بالشوكولات، ساعتي تقاد ليا الشوكولات، قلت نحيدها عليا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. هذه هي اللي قلت لكم بشكل اسطوانه قطعتها. كنت غادي نزقزاقيها بالشوكولات، عقب درتها غير انتم كما كتشوفوا العجينه كتجي هشيشه. وغير دائما الصابلي البنات ما كيبغيش يتحمر بزاف، كيبغي غير يذهب. ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش من لايك ومن اشتراك مع الاهل والاحباب باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم وعواشر مباركه، وبقى ان شاء الله غنشارك معكم اشكال اخرى. وشكرا لكم والى اللقاء.